السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي الله قبل اي كلام ونصلي على الرسول ونزيد النبي كمان صلاة كده. النهارده بقى هنعمل مع بعض عيش البتبان او خبز البتبان. إيه ده بقى؟ جميل تحفة بجد، لا بدون زبدة ولا زيت ولا سمنة ولا لبن ولا، يعني يعتبر كده مكوناته في البيت. اقتصادي يعني اقتصادي. والوش بتاعه ده طالع من يعني ولا بيض بقى فوق الوش ولا اي حاجة، وهقول لكم احنا حاطين ايه فوق وش العجينة. تحفة زي ما انتوا شايفين كده، هاش وطري زي حتة القطن كده. تقطعيه بقى بالمقص كده، شوفوا مفرغ من جوه وجميل. وشوفوا بقى، انت بتجيبي الكيس من الهايبر او من السوبر ماركت بكام؟ بالذات العيش اللي هو الصغنون ده الباتيبان، والاطفال هيحبوه عندك جدا. تعمليه بقى سندوتشات، تخرجيه بقى تحطيه في الفريزر في اكياس تلاجة، وتطلعي الكيس قبلها بشوية تعمليه سندوتشات. جميل جدا، هش وتحفة. طبعا كيلو الدقيق عمل له 44 واحدة، تخيلوا بقى. يعني كيلو الدقيق هيطلع لك 44 واحدة من جوه. عجينة هشة جميلة جدا وقطنية، ما فيهاش لبن ولا فيها بيض ولا فيها أي حاجة ولا لبن بودرة ولا أي حاجة. عجينة اقتصادية جدا. عايزة بقى انت تحطي لبن وتحطي زبدة وتحطي كده براحتك، بس انا عاملاه اقتصادية عشان ايه اللي بيحبوه كده. نسمي الله بقى ونصلي على الرسول. هنجيب كيلو دقيق ننخله، عليه معلقة صغيرة ملح. لازم تنخلي كيلو الدقيق، معلقتين كبار سكر عشان هو الخبز ده بيبقى مسكر، باكو خميرة فورية عندك بقى سايبة حط معلقة كبيرة. انا حاطة 8 معالق كبار زيت، طبعا المعلقة مش كبيرة قوي. على الكيلو 8 معالق كبار زيت، معلقة كبيرة خل ابيض. نعجن بقى بمية دافية. شفتوا السهولة؟ مفيش اسهل من كده. والاسم بقى ان انت عاملة بيتي بان، وكان طعمه جميل وريحة الخبيز في البيت كده حلوة قوي. هنعجنه بقى كده بالميه الدافيه حبه حبه. انا ما اقدرش اديكم كميه الميه لان انواع الدقيق بتختلف عن الانواع، يعني عن بعضها. هتقعدي تعجني كده حبه حلوين، لان طبعا عجينه ايه، عيش. تعجني كده، وتقومي بقى ايه دهنه حاطه فوق الوش العجينه كده حبه زيت، وفي البوله من تحت كده حبه زيت، وتغطيها بستريتش رول او بكيس كده ابيض، وتسيبها تخمر لمده ساعه. طبعا هي كده تضاعف حجمها واختمرت. هنجيبها بقى نكورها كور صغنونة، يعني كور صغنونة خالص. طبعا الكاميرا مكبرة حجم الكورة، يعني زي ما انتوا شايفين يبقى حجم البيضة كده الكبيرة يعني، او اصغر كمان شوية. دي هتعمل معايا 44 كورة. حلو الكلام. انت بتجيبي بقى العجينة كلها تكوريها، بس طبعا إيه تغطيها بقى بستريتش رول او بكيس كده زي ما انتوا شايفين. هنسيبها هنشتغل فيها على طول، بس هناخد اول واحدة وبعد كده التانية وبعد كده هكذا. تبدأي بقى من اول واحدة تفرديها بايدك. طبعا كمان مش هنستعمل نشابة ولا مردانة ولا الكلام ده. تجيبي الكرة كده تفرديها بايدك وتلفها رول، وتلزقي الطرف بالعجينة من تحت عشان ما تفتحش. وهنسيبها ترتاح كده ربع ساعة او نص ساعة. وبرضو تاخدي هكذا، هعملها معاكم. تفردي كده الكورة بإيدك لحد ما تبقى رفيعة، لا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. وتقومي برمها كده برمها، وتجيبي الطرف الأخير تلزقيه كده. أهم حاجة تلزقيه بالعجينة عشان ما يفتحش منك في الفرن. وتجيبي الطرفين اللي في الجنب وتعملوهم كده على تحت، وتقوم مسويها كده وحطها بس تسيبي بين الواحده والواحده مسافه في الصينيه. طبعا هنا بعد ما اختمر وتضاعف حجمه، هنعمل فوق الوش هنجيب حبه ميه من الحنفيه وندهن كده مسحه بالفرشه كده فوق فوق وش البتبان قبل ما تدخليه الفرن. بس طبعا على الخفيف كده، يعني ما تقليش ايدك على العجينه عشان التخمير ما يهبطش. وتقوم بقى فرن سابق التسخين على درجه حراره 200. ما بقعدش الا 10 دقايق واقل كمان من 10 دقايق. وهنعمل بقية الكمية. طبعا لازم يتضاعف حجمه كده في الصاج قبل ما تدخليه الفرن. سيبيه من ربع ساعة لنص ساعة. عجبكم بقى الفيديو؟ حطي لي بقى لايك حلو كده، لايك جميل. لاختكم حنان كده. واللي اول مرة يشوفني كده يشترك في قناتي ويشرفني وينورني عشان يوصل له كل جديد مني. طبعا عايزه بقى تدهني وشه وتحطي سمسم حبه البركه، بس انا عاملاه اقتصادي. وده بقى شكله النهائي كده زي ما انتم شايفين. ده كمان كان لسه خارج سخن يعني. اما يخرج بقى من الفرن
تحطيه بقى وهو سخن كده، تغطي عليه 10 دقايق، وبعد كده تحطيه في أكياس كده تلاجة، وتربطي الكيس عشان يبقى طري وهش وحلو. حلو، عايزة تسيبيه هيبقى طري من فوق ومقرمش من تحت، بس طبعًا لازم تدهني الصاج مسحة زيت، طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، تطبّقيها كده زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، ما تطبّقيهاش هي بترجع تاني إزاي، بكل سهولة. شوفوا الجمال، بجد هتعتمديه عندِك على طول. طبعًا أسكت لأ ما اسكتش، بعد ما خلصت بقى أجيب بقى الساندوتش بقى السعادة، طعمية كده مع الطماطم، واللي بيحب بقى الساندوتش ده يكتب لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد وباي باي.